لسه صاحي من النوم حالا. هاخدكوا بقى معايا رحلتي من نيويورك لباريس، تاخد حوالي 8 ساعات. طبعا شنطتي جاهزة من امبارح. خدت شاور وحلقت دقني، حاجتي كلها كانت جاهزة من بالليل، فكان كل اللي هعمله ان انا افطر والبس اليونيفورم بتاعي واروح على المطار. لبست وخلصت كل حاجة، ويلا بينا نروح على المطار. خلاص وصلت لان انا ساكن قريب جدا من المطار، فتقريبا 15 او 20 دقيقة ببقى جوه المطار. هركن العربية بقى وادخل الترمينال جوه. لسه واصل اهو حالا، جيت الباركينج بتاع المطار، بركن العربية هنا، في باص صغير بيدخلني للترمينال جوه. اشوفكوا جوه بقى. طبعا خلصنا السكيورتي لان احنا مش بنعدي من التفتيش، بنعدي من نقطة كده، بنوري البادج بتاعنا، بنعمل له سكان ونوري الاي دي وبنعدي على طول. فدقيقتين بالظبط بنبقى جوه الترمينال خلاص. فاروح بقى على الكرو روم بتاعتي عشان نقعد نحضر الرحلة ونعمل البريفنجز بتاعتنا قبل ما نطلع. وصلت الكرو روم، طبعا مكتوب عليها هنا يمر افضل طيارين العالم، بيتكلموا عني طبعا. بعد كده دخلت مشيت شوية جوه، طبعا هشرب القهوة بتاعتي اهم حاجة، وابتدي بقى ابص على اوراق الرحلة ونتجمع كلنا ككرو عشان نعمل البريفنجز بتاعنا. اكلت شوية ايس كريم برضو. بعد كده قعدت اراجع شوية حاجات قبل ما الكرو بتاعي كله يجي. جمعنا كلنا ورحنا على الطيارة، جهزت كل حاجة، اوراق الرحلة وكل التجهيزات بتاعتنا. طبعا ما صورتلكوش واحنا طايرين، بس خلاص كنا نزلنا باريس، نزلنا الساعة 10 الصبح. نخرج بقى من الطيارة كلنا بنتجمع، نخرج برا، نركب الباص بتاعنا ونروح على الأوتيل. أنا كنت بس ببص على الطيارة بصة أخيرة. بعد كده خرجنا من المطار، بنروح على الباص بتاعنا هيودينا الأوتيل. طبعا الجو كان حلو جدا، مش محتاج جاكيت، مش محتاج أي حاجة، لأن احنا في الصيف. خرجنا لقينا الباص مش محتاجنا. السواقة حوالي 20 دقيقة ل30 دقيقة على حسب، لأن باريس ساعات برضه بتبقى زحمة شوية. فاللي بيقرأ حاجة في الباص بتاعه، بيسمع مزيكا، بيعمل اللي هو عايزه. وهنا أنا كنت برزل عليكم شوية بس. بعد كده وصلنا الأوتيل بتاعنا، قريب جدا من داون تاون، ايفل تاور حوالي 5 دقايق مننا، ففي مكان حلو جدا. نروح ممكن ننام ساعة أو ساعتين، بعدين نجهز بقى لو هنخرج، لو هنعمل حاجة بالليل. المرة دي كلنا اتفقنا ان كلنا هنخرج نتعشى ونتمشى شوية برا، فعملنا كده. جهزت نفسي، نمت شوية، بعد كده لبست ونزلت عشان نروح نتعشى كلنا مع بعض. طبعا الشوارع هناك ممكن تبقى زحمة جدا، بالذات في الويك اند، لأن باريس زحمة جدا، لكن الجو كان حلو ويوم كان ممتع جدا. وأكلت أكلي المفضل لأن أنا بحب اللام جدا، كان حلو جدا جدا. بعد كده كملنا السهرة على روف توب، بتشوف ايفل تاور، الفيو كان تحفة. طبعا بعد كده كانت ميد نايت تقريبا، رحت على سريري عشان انام واجهز للجيم بكرة.